ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هقول لكم ازاي تعملوا ازاي تخلوا الذكاء الاصطناعي يعمل لكم برزنتيشن من غير ما انتوا تتعبوا وتجيبوا صور وتحطوا مثلا كلام كده. هو هيجهزه لك من خلال باوربوينت بطريقه ذكيه بالذكاء الاصطناعي من غير ما انت تتعب. فيلا بينا اوريك ازاي يتعمل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك عشان نعمل لكم فيديوهات اكتر من اللي هو فيديوهات بتساعدك في شغلك من الذكاء الاصطناعي. يلا بينا نبدأ. هو تطبيق اسمه بوب اي اي، وفي موقع برضو لو عايز تخش عليه. تمام. بوب اي اي هتحمله على تليفونك اهو بالشكل ده. ده التطبيق. تمام. هتيجي عند اي اي برزنتيشن هنا فوق. تمام. اول حاجة انت المفروض تسجل بحسابك هنا. انا هعمل لوج اوت عشان اوريكم ازاي تسجلوا بحساب. اهو هتيجوا كده اول ما التطبيق يفتح. تمام. هتدوس على كلمة بروفايل او كونتينيو ويز جوجل او ايميل براحتك. تمام. وتختار حساب. انت اختار بقى الحساب اللي انت عايزه. شوف انت الحساب اللي انت عايزه. انا مثلا هختار الحساب ده. تمام. بعد ما يفتح هيطلب منك شوية معلومات. تمام كده. هو بعد ما يخلص اهو كده خلص تسجل لك لما تظهر علامة الحرف اللي فوق. تمام. هتيجي عند اي اي برزنتيشن وتدوس جنريت وتكتب له وصف البرزنتيشن اللي انت عايزه. يعني انا مثلا هخش على تشات جي بي تي ولا مش كده. مثلا نخش على تشات جي بي تي نقول له وصف البرزنتيشن. هو يجيب لي اي برزنتيشن بقى، انا ما عنديش مشكله اي برزنتيشن. المهم انا عايز اوريكم ازاي يعني بيعمل هو. اهو وصف لبرزنتيشن. تمام. اهو هو هيبدأ. اهو هو لا كتب لي شرح عام للبرزنتيشن. انا مثلا اقول له عن مثلا عن طبيب اسنان الاسنان. هو هيبدأ يديني برزنتيشن. ندوس كده دوس طويلة كوبي. تروح بقى عند هنا تروح عامل بيست وتبعت له. هو بيبدأ يعمل لك البرزنتيشن وهتشوفوا ان الذكاء الاصطناعي بيعمله بطريقة يعني كأنك بروفيشنال بطريقة احترافية. تمام. دي الطريقة هتساعدك جدا في شغلك لو انت عايز تعمل برزنتيشن. اعمل لك البرزنتيشن اهو. لو بعدين هتدوس سيلكت سيم هتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه. تمام. الشكل اللي انت عايز يبقى عليه الكلام اختار بقى براحتك فيه. تقدر تقلب كده وتشوف الشكل اللي انت عايزه وحطه. وكده نبقى خلصنا فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معكم اياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.